تحية مشاهدينا الكرام متابعي قناة الحوار الرئيس من جديد. نحن الآن على موضوع آخر، الموضوع اللي هو مهم كثير، يعني تساؤلات المواطنين في اصدار الاسعار ديال الزيت الزيتون ديالي الأثمنة اليوم ما مستقراش بين كطلع وكطهر. واليوم جينا اننا نشوفوا كيف تنتج العمليه ديال عصر زيت الزيتون، ونشوفوا الاثمنه ديالها في الوسط، وكي داير السوق وكي داير الثمن ديال الزيتون. وغتمشيو معنا تابعوا معنا نشوفوا كيفاش غادي تدوز كيفاش تتم هذه العمليه هذه، وفين وصل الاسعار ديال زيت الزيتون. بقاو معنا. تحيه مشاهدينا الكرام. الناس اللي بغينا نجاوبوا اليوم على واحد الموضوع ديال الزيتون، اللي هو واحد الموضوع اللي تيثير الاهتمام ديال الناس كاملين. تعرفوا الاسعار ديال الزيت وديال الزيتون في هذه الايام ما مستقراش، كتطلع وكتهبط. عارفين حنا بان الزيتون راه تختلف في الجوده من منطقه لمنطقه، وتختلف في الاثمنه من منطقه لمنطقه. بغينا نجيو نشوفوا اليوم من المنطقه ديال نواحي تيدلي فروكا، نواحي الاقليم ديال الازيلات. غادي نشوفوا الناس هنا تبع الاقليم الصراغنه، اقليم الصراغنه، قلعه الصراغنه. غادي نشوفوا الاثمنه ديال الزيتون هنا شحال دايره. الناس الحرفيين، الناس الاختصاصيين، اللي هما عندهم قدامين في الحرفه ديال الزيتون. غادي نمشيو ونشوفوا مع المتدخل، غادي يشرح لنا الاثمنه ديال الزيتون وكيفاش دايره الزيت. عروش احمد. الأثمنة ديال الزيتون كاينة من 284 ل 90 أو يعطي 16 حتى 18 19. هي كاينة مجهودة. دابا الزيتون داير 284 ريال، 284 باش شادين هذا، وكيدير حتى 290، كيدير 289. المهم الجودة ديالو هو كتكون مزيانة، الحاجة اللي جودة مزيانة واصلة دابا حتى 280 تقريبا 15 غرام. هذا الشيء الأثمنة ديال اليوم. نتوما كتقضوا السلعة غير ديال هنا، الزيتون ديال هنا المنطقة كتكون الكاليتي ديالها هو مزيان، ماشي بحال الساعة ولا العطاوية. كتكون الكاليتي مزيان، ماشي بحال اللاكور ديال صحيح. انت دابا تقدر تشرح لنا العمليه، حيت الناس كيبغيو يعرفوا، كاين اللي ما تيعرفوش كيفاش كيتعصر هذا الزيتون هذا، كيفاش من العمليه اللي دابا انا نشوف المرحله الثانيه. المرحله ديال الحبانه هو تيتنقى، ومن بعد المرحله الثانيه انا تيتهز هذه المرحله المرحله الثانيه. تنجيو المرحله هذه ديال التصفيه، انها تنجيو المرحله ديال التصفيه، وفي الاخر كتمشي في التعليم، كتمشي في المحاورات. شحال هذا الكترو واش الزيت
ديالها انت هي هذه. ودابا فاش كتشوفوا الزيت هي خرجت يعني في المرحله النهائيه يعني ديالها يعني. دابا الناس بغاو يعرفوا دابا الزيت شحال باش كطيح دابا المعصر كطيح مثلا 82 درهم. 72 ولكن ما زادش. لا ما زادش 80 ما بين ما بين 82 درهم. يعني هنا في المعصر الناس اللي تيسولوا عليها مثلا واحد جالس مثلا في الدار وبغى الزيت يعني بغى انا توصلو يعني مثلا الزيت راه كطيح ب 80 درهم في المعصره عاد تزادوا عليه مثلا المصاريف تزادوا عليه هذه تزادوا عليه يعني الا قلتي الثمن ديال السوق مثلا 90 درهم حتى 100 درهم لا لا 90 يعني 90 درهم دابا هو كاع الانسان اللي بغى يستهلك في دارو. انت في نظرك انت كحنيفي كبير يعني قديم انت قديم في هذا الدومين هذا كيفاش اشنو تقدر تقول للناس مثلا بخصوص الزيت واش هذا الثمن مثلا يقدر ينقص ولا انه ما حنا كنقولوا كنا قلنا غادي ينقص ولكن مع الزيتون غادي تزاد الثمن ديالو مازال ما كيعطيش مزيان الجوده كاينه مزيانه ولكن باش يعطي زعما شويه. دابا هنا الجوده كاينه البلاصه يعني معروفه بالجوده. شي واحد الناس مثلا اللي بغاو الزيت مثلا بغاو الزيت بغاو ياخذوا الزيت من هنا اش تقدر تقول لهم؟ 80 درهم 82 درهم باش كنزيد 82 درهم باش